بيقولك ايه بقى يا معلم؟ بتنسى ساعات وبتفتكر ساعات، بس بتيجي ليالي وتدقلك على الباب وتوصلك حساب فواتير العتاب. مش بتبص في الماضي كنت تموت وتنساه ليه؟ شفت الغالي بيتألم قدام عينيا وكنت أحكي له أحلامي، دايما كاتم الحزن في أعماق الصدر. عشان أفضل متوازن كنت أحاول أخفف عنه وأسرق منه الضحكة لما يعاني. طب ليه لما أرجع أفتكر تفاصيل بحسني أناني؟ وده يا جماعة من آخر ألبوم لمروان موسى، الرجل الذي فقد قلبه. التراك ده من التراكات المميزة، واحنا مش جايين هنا نتكلم على تراك، احنا مش بنحلل تراكات هنا في القناة. ولكن خليني قبل ما ابدأ موضوع حلقتنا ارحب بيك. فالسلام عليكم، اهلا بيك في حلقة جديدة وصورة جديدة هنبتدي نعملها مع بعض بكل سهولة عن طريق الموبايل بتاعنا وفي خطوات ودقايق بسيطة. الصورة بتاعت او الصور بتاعت الالبوم ده بتبقى معمولة بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. عاوز اقولك ان انا بامر الله كنت عارف موضوع الصورة دي من قبلها بشوية. طيب، مش ان هي هتتعمل في التراك، يعني كان جالي فكرة من توارد افكار من يعني حاجة شبه كده، لان هي كانت مشهورة في تطبيق كده لتعديل الصور. ولكن خلينا يا جماعة مع بعضينا نبتدي نعمل الصورة دي بكل سهولة. والحسن حظي فانا عندي صورة شبه الصورة دي متصور فيها على البحر في الفيوم. ويا جماعة هنبتدي نحولها من شكل طبيعي كده للشكل اللي انت هتشوفه كده عن طريق تطبيقات موجودة على الموبايل وفي دقايق بسيطة. ويلا بينا نخش لشرح حلقتنا النهاردة. في البداية بفتح فوتو روم، ومن هنا من ستارت فروم فوتو هجيب الصورة اللي انا هعدل عليها. اختار الصورة دي وهو بكل سهولة وبساطة بيشيلي الخلفية كلها. وهقولك هنعمل ايه. هبتدي بكل سهولة هاجي عند في هنا اخليها خلفية ابيض او اسود او شفافة او ارجعها زي ما كانت، ولكن انا هختار الشكل ده وهبتدي ادوس اكسبورت، وهو بكل بساطة هيحفظ لي الصورة عندي. طيب تعال نشوف هنعمل ايه. هخرج من التطبيق ده وهبتدي افتح تطبيق بيكس ارت. بجيب نفس الصورة يا جماعة اللي انا شلت منها الخلفية، وهاجي هنا عند اداة اد فوتو او اضافة صورة يا جماعة، وهجيب نفس الصورة بتاعتي وهظبط الشخصية بتاعتي على نفس حجم الشخصية اللي موجودة في الصورة، بحيث هي يعني وما يبانش ان احنا مغيرين فيها. طيب هبتدي العب فيها ازاي يا جماعة؟ وانا محدد على الصورة اللي هي من غير خلفية، هبتدي اجي هنا عند FX او effects او تأثيرات، وهبتدي اجي عند سكتشر. هيبتدي يعملها لي بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا انا عاوز شكلي كله يكون ابيض، فبكل سهولة الكالر الاول ده هخليه لونه ابيض، وهبتدي بقى اظبط التفاصيل بتاعة الصورة بتاعتي بالشكل اللي انت شايفه ده. مش هنلعب فيها كتير ولا حتى تغير مود الصورة ولا الكلام ده كله. فكل اللي عليا ان انا هدوس ابلاي او سماح من فوق، وهبتدي اظبط الحجم لو كان في حاجات بسيطة مش ظاهرة، وهبتدي يا جماعة احفظ الصورة عندي. ممكن ان انا اعدل على الالوان من جوه تطبيق بيكس ارت عن طريق ان انا من الادوات باجي هنا عند adjust وبعدل الالوان، ولكن انا بفضل ان انا ارجع هنا واحفظ الصورة عندي. وبعد كده هروح يا جماعة عند لايت روم، ومن تطبيق لايت روم هبتدي اعدل على الصورة بتاعتي ككل يا جماعة. والتعديل ده مش تعديل ثابت، ما هو الا تعديل انا عملته على ذوقي.
انت تقدر انك انت تظبطها على حسب الطريقة بتاعتك. عاوز تعملها زي ما انا ما عملتها تمام. وبكده نكون عملنا الصورة بكل سهولة وبكل بساطة. كده يا جماعة تكون خلصت حلقتنا النهاردة. اتمنى ان الحلقة تكون عجبتك. ما تنساش تعمل لايك وشير وكمان سبسكرايب، وتكتب لي في الكومنتات عاوز صورة تراك ايه المرة الجاية.